السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في تحضير نص وادي العيون، وهو موجود بالصفحتين 76 بعد 177 بعد 100، بمرجع مرشدي في اللغة العربية للسنة الثانية إعدادي. إذا نبدأ بعتبة القراءة من خلال ملاحظة النص. تعرف صاحب النص إذن هو عبد الرحمن منيف، ولد سنة 1933 بالسعودية، وهو كاتب وروائي سعودي. من رواياته الأشجار وأغنية مرزوق، مدن الملح، حين تركنا الجسر، عالم بلا خرائط، إلى غير ذلك. توفي عام 2004. مجال النص هو مجال سكاني، أو ينتمي إلى المجال السكاني. العنوان وادي العيون. تركيبيا هو عبارة عن مركب إضافي يتكون من مضاف الذي هو وادي، ومضاف إليه الذي هو العيون، ويمكن أن يصير مركبا إسناديا بتقدير المبتدأ المحذوف، فنقول هذا وادي العيون أو هو وادي العيون. أما دلاليا فيدل العنوان على مكان الذي هو الوادي، وهو المجرى المائي وسط التضاريس، والعيون مفردها عين، وهي ينبوع الماء لاقترانها بمفردة الوادي. الصورة المرفقة بالنص تمثل صورة لواد بمحاذاته واحة خضراء دالة على توفر الماء، وبجانبها بضع بنايات طينية تدل محدودية عددها على قلة الكثافة السكانية في المنطقة. بداية النص تقدم مؤشرات سردية مثل الزمان، المكان، الأحداث. أما نهاية النص فهي تقدم مؤشرات دالة على الهجرة، مثل السفر، الأمكنة الأخرى، أمكنة أفضل، إلى غير ذلك. نوعية النص إذن هو نص حكائي. بناء الفرضية. إذن بناء على المؤشرات السابقة والقراءة الأولية للنص، نفترض أن موضوعه يتناول قصة أهل وادي العيون وحياتهم هناك. نمر للقراءة التوجيهية. شرح بعض الكلمات مثل النبع، وهو مصدر الماء، يتكتمون عليه أي يخفونه ويتسترون عليه. تتفاوت أي تختلف وتتباين. المضمون العام سرد حياة أهل وادي العيون وهوسهم بالهجرة. نمر للقراءة التحليلية. إذن الحقول الدلالية لدينا حقل الطبيعة وحقل الهجرة. إذن حقل الطبيعة ألفاظ عبارة دالة عليه مثل وادي العيون، المياه، الأحواض، النبع، مياه العيون، الخضرة، الأمطار، وادي، الفيضان، إلى غير ذلك. أما حقل الهجرة فتدل عليه كلمات وعبارات مثل المسافرون، السفر، يشد الرحال، اكتشاف أماكن جديدة، الأماكن الأخرى، اكتشاف العالم، الحنين، إلى غير ذلك. أحداث النص. الحدث الأول تصوير وادي العيون وخيراته الوفيرة وآثارها على أهله. الحدث الثاني حلم الهجرة يستهوي سكان الوادي وخاصة الشباب منهم. الحدث الثالث سرد تاريخ أهل وادي العيون مع الهجرة وتجارب النجاح والفشل في ذلك. والحدث الرابع تعلق أهل وادي العيون بالهجرة وتأكيد السارد على ذلك. وتيرة السرد. اعتمد السارد إيقاعا سريعا في استرجاع حكاية أهل وادي العيون التي امتدت في فضاء زمني مفتوح على زمن الماضي. الملامح الفنية. هناك التشبيه، حيث شبه السارد سكان وادي العيون بالمياه من حيث الحركة والهجرة والانتقال في المكان. التأكيد. ترددت بعض الألفاظ التي لها حمولة دلالية مرتبطة بالموضوع في النص للتأكيد عليه. هيمنة الفعل، وخاصة الفعل المضارع الدال على الدينامية والحركية من جهة،
وعلى الاستمرارية من جهة أخرى. أخيرا القراءة التركيبية، إذا يسرد الكاتب قصة سكان وادي العيون مع الهجرة، وخاصة منهم الشباب الذين يتوقون إليها ويعتبرونها حلما تتوارثه الأجيال تباعا. والمثير في هذه الحكاية أن وادي العيون بالرغم من خصوبة أرضه ووفرة خيراته لم يستطع أن يشد إليه أهله دون التفكير في الهجرة بعيدا عنه. إذن هذا كل ما يتعلق بهذا النص. أشكركم على حسن المتابعة.